اهلا بيكم في فلوج جديد. بقالنا كتير ما عملناش اي فلوجز، فحبيت اخدكم كده في يوم معايا. انا كان عندي دايما قلق من قلة التقدم او قلة الانتاجية. الموضوع ده كان عندي من زمان وما كنتش برتاح تماما. الويكندز كانت شغل دايما، مذاكرة. الموضوع ده عارف كنت وركهوليك يعني، فبدأت مؤخرا ان انا اراعي بقى نفسي، يعني عارف اللي هو ايه، احاول اخد اجازات، احاول اخرج، اروح اماكن، اقعد اكل بره، اشتغل حتى بره لو انا عايز اشتغل. فالموضوع ده يعني ضاعف انتاجيتي بشكل كبير، خلاني انجز في وقت قصير اللي كنت بقعد وقت طويل عشان انجزه. في شويه حاجات تانية كلمتكم عنها في الفيديو اللي فات بتاع الدوبامين ديتوكس. موضوع التعرض للشمس، فانا تقريبا كل ويكند او كل اجازه بخرج، بحاول اتعرض للشمس دايما. موضوع التعرض للشمس ده بيعدل المزاج بشكل كبير جدا. حتى بتحسه يا اخي في بشرتك وكده. كانت الناس قالتني السكين روتين ومش عارف ايه، الشمس يعني حاول تعرض للشمس بشكل دائم. الموضوع طبعا في دبي نعمه بصراحه، موضوع الشمس خصوصا في الوقت الحالي يعني في شهر نوفمبر في شمس كتير. فكل يوم سبت بخرج، بمشي، بحاول يعني في الويك اند زي ما قلت لكم اكمل 20,000 خطوه مثلا في اليوم. فبروح اقعد على البحر واقعد في الشمس وكده. وطبعا برضو من ضمن الحاجات بتاعت السكين روتين ان انت تحط صن بلوك، حط على وشك صن بلوك، خصوصا في الشمس هنا في دبي يعني حاره شويه. التمرين برضو كنت يعني عنيف جدا في التمرين، كنت بتمرن 6 ايام تقريبا في الاسبوع. كانت الموضوع يعني كنت لازم اعمل كده، كان ايام بطوله بس. حتى في الايام العاديه انا يعني لو فكرت فيها بشكل منطقي، انت مش داخل بطوله يعني، انا دلوقتي مش بحضر لبطوله ولا حاجه. فكنت بقى زمان اللي هو ايه، لازم اكون تحت ال 10% فات، ولازم السكس اب تبقى 6 ابس تبقى ظاهره. دلوقتي الموضوع لا، عادي، ممكن اتمرن 3 ايام 4 ايام في الاسبوع. وعلى فكره الريكفري بيكون احسن. في نفس الوقت بتحس ان انت عندك مساحه ان انت تشتغل تذاكر. قبل كده كنت بتحس ان انت يعني شغل تمرين، طب وفين انت فين من ده كله، وبتعمل ده كله اصلا ليه؟ فبرضو موضوع بالنسبه لموضوع التمرين، الاوزان نفسها بدات اخف شويه، لان خلي بالك انت برضو بتبقى عرضه اكتر للاصابه لما بتكبر. فدي حاجه من ضمن الحاجات. فبقيت الموضوع يعني ايه، باخده بالعقل. مفيش مشكله ان انا يبقى عندي شويه دهون، مفيش مشكله ان انا يبقى عندي شويه يعني حته كرشه كده صغيره، عادي. بس طالما شكل جسمي كويس وعلى اللبس شكله كويس، خلاص دي اهم حاجه. فالنهارده انا بشتغل يعني بعمل محتوى كده زي ما انتم شايفين، بس على الهادي بقى. فهنروح نجيب فطار، وبعد كده هنطلع نقعد على البحر. هيبقى يعني قراءة، هنقعد نقرا. وفي كتاب اللي هو في كذا كتاب انا بقراه حاليا. كتاب دوت كوم سيكريتس بتاع ماركتنج. في كمان 100 مليون اوفرز بتاع أليكس هرموزي بقراه المره الثانيه. في كمان كتاب ذا بيجيننج اوف انفينيتي. الكتاب ده تحفه. كتاب قد يبدو معقد شويه بالنسبه لاي حد يعني اول مره اقراه، هتحس ان هو معقد شويه، بس حاول تقراه المره الثانيه والثالثه. لو وقفت معاك حاجه، اسال تشات جي بي تي، خليه يشرحها لك، يبسطها لك. كتاب تحفه بصراحه. بس الزحمه في دبي بقت حاجه صعبه يعني. تقريبا الناس من كتر ما بقت تقول كام تو دبي، تقريبا الدنيا بقت صعبه جدا. الزحمه بقت شديده يعني الزحمه بقت. بس انا متاكد ان هم هيلاقوا حل يعني. هم اول حاجه هيبداوا يعملوها تقريبا هينقلوا المطار بره دبي، لان دلوقتي بقت الزحمه يعني لا صعبه. المكان اللي انا قاعد فيه في دبي كان فاضي فيما قبل، اول ما جيت في 2019. دلوقتي الموضوع بقى زحمه قوي يعني، اللي هو ربنا يكرم ان شاء الله. خلينا نروح نجيب فطار وهوريكم الاكل اللي احنا هناكله. محتاجين نشرب قهوه، ف وقفنا كده بنجيب قهوه من هنا. في ناس كتيره بتقول لك لا القهوه المفروض توقفها ومش عارف ايه وبتاع. انا بشوف حتى لو الحاجه ليها ممكن يكون لها ضرر شويه، فلو هي بتساعدك ان انت تنتج وكده فعادي يعني. مش كل حاجه بنعملها او بناكلها صح وصحيه 100%. فموضوع القهوه او الكربوهيدرات ان انا اقطعهم خالص، الموضوع ده مستحيل. ممكن احاول اقلل، بس موضوع القهوه بالنسبه لي يعني خط احمر، زيه زي موضوع الكربوهيدرات بالظبط. القهوه هنا في دبي تحفه يعني. في اوبشنز كتيره، في حاجات بتلاقيها كتيره. في فكره اصلا ان في لو فات، وفي ناس عندها لاكتوز انتوليرنس او ما بتعرفش تعالج اللاكتوز. فالموضوع ده هتلاقي صعب بقى بره يعني. مثلا لما تيجي تسافر بره ممكن ما تلاقيش اصلا موضوع لو فات ده، او تلاقي اي حاجه تانية. فالموضوع ده كويس هنا. الميزه بتاعت دبي الجامده جدا موضوع الكونفينينس يعني. انت تقريبا كل حاجه بتلاقيها.
فهو ده السبب اللي مخلي الناس تقعد يعني، والناس مكمله هنا بالرغم من ان هي ما عندهاش نفس الحاجات او المقومات الطبيعيه بتاعت بلاد تانية كتيره يعني. فلو حد عايز ينجز وعايز حياته تبقى سهله، دبي هو الملاذ الوحيد. خلاص جبنا القهوه، هنطلع دلوقتي نقعد. الجو مش حر قوي دلوقتي، في نسبه رطوبه بس يعني تحتمل عادي. احنا راضيين، يا رب الجو يفضل كده طول السنه. طيب تقريبا ده احسن وقت في السنه ممكن تكون موجود فيه في دبي. بس فانا جايب معايا كتاب وجايب معايا امازون كيندل، فهنروح نجيب قهوه من فيليه هنا، بيعمل كرك حلو قوي بصراحه. وبعد كده هنجيب فطار وبس ونيجي نقعد هنا. في الويكند برضو ببقى متابع بشكل مستمر الكوميونتي او المجتمع بتاع اكسبرت تو بزنس. في ناس يعني بتعمل محتوى، موظفين عاملين منتجات او خدمات الكترونيه مبنيه على خبرتهم، فبنتناقش مع بعض في المحتوى، في الافكار بتاعه المنتجات او الخدمات اللي هم بيقدموها. بالمناسبه لو في اي حد مهتم بالموضوع ده هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. بالنسبه للتمرين النهارده يعني حاسس ان انا في المود ان انا اتمرن. انا عموما بتمرن 4 ايام في الاسبوع، احيانا 3 ايام بس. بيبقى بوش بول، والليجز بتتقسم على مرتين، خلفيات واماميات. الموضوع ده بينفع معايا كويس جدا يعني، بحيث ان انا ما بتمرنش كتير، فبحاول ان انا الم كل العضلات في الوقت القصير ده، واحاول ان انا العضله ما تنامش مني، فاهم؟ ابقى شغال عليها على طول. فهنقعد شويه نقرا الكتاب، نشرب القهوه. فين القهوه؟ وبعد كده اروح افطر باذن الله. لو في اي افكار فلوجز في دماغكم ان احنا نعملها مثلا، او حاجات معينه نتكلم عليها في الانواع دي من الفيديوهات، اكتبوا لي تحت في التعليقات. الناس اللي موجوده في دبي من فتره عارفه الكافيتيريا دي اسمها اجازه، والاكل اللي فيه تحفه، وفي نفس الوقت الاسعار حلوه جدا يعني، بالرغم ان هو في جميره بس اسعاره تحفه، اسعاره مش غاليه خالص بالنظر ان هو في جميره يعني. فخلينا كده ندخل نشوف هناكل ايه وهوريكم الاكل. بصوا كميه الخيارات المتاحه كتيره جدا يعني، بصوا الصفحات كتيره قوي، تقريبا في كل حاجه. طبعا مش اكتر اكل صحي، بس في اختيارات يعني، ممكن تختار حاجات فيها بروتين. طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، برجرز ومش عارف ايه. انا بروح على السكشن اللي هو فيه حاجات ممكن شاورما مثلا، اللي هو اقل ضرر يعني، فاهم؟ او اومليت، حاجات زي كده. كميه العصائر اللي فيه مش طبيعيه، فالمنيو ضخمه جدا. المحل نفسه بسيط يعني، مش فانسي ولا حاجه، بس بجد تحفه. الاكل بتاعهم كمان تحفه، فعملوا براند كويس يعني، عملوا براند كويس جدا يعني، وهم قدام كمان في السوق. في فرع هنا، في فرعين في جميره، ده واحد وواحد تاني في الشارع بتاع جميره نفسه. بصوا ده الاكل، بطاطس، اومليت، وتشيكن، حاجه اسمها دايت تشيكن، معرفش ايه، راب. وده في سكر بس هنعمل ايه بقى، ده ستروبري موهيتو او موهيتو فراوله. الاكل نظيف جدا وصحي الى حد ما يعني، ده في زيت شويه بس يعني هنعمل ايه. ده تشيكن راب دايت بس. فهناكل كده وبعد كده نروح البيت اعمل ايديت لفيديو المفروض ان هو انشره النهارده. نحاول نكمل 20,000 خطوه. السبب اللي كان بيخليني دايما مش عايز ارتاح ان انا كنت بقارن، ان انا كنت دايما بقيس الحاجات اللي انا حققتها بالحاجات اللي الناس تانية حققتها. فدايما كنت ما باجي ارتاح بحس بالذنب، لان في دماغي حاجه بتقول لي ان في حد تاني بيشتغل اكتر فهيوصل لحاجه اعلى مني. واعتقد اكتر حاجه هتخليك ان انت ترتاح في الدنيا هو ان انت تطلع نفسك بره المقارنه يعني. ما تقارنش نفسك بحد، انت ركز على هدفك، لانك لما بتيجي تقارن بتوصل لمرحله ان انت ما بترتاحش، فبتوصل لمرحله الاحتراق. واللعبه كلها في اي حاجه هي لعبه استمراريه، فانت عايز تستمر، مش عايز تعمل اضعاف شغل وبعد كده تحترق. عايز تفضل مكمل، لان حتى لو قدراتك اقل من ناس تانية، الاستمراريه هي اللي هتخليك ان انت تتحدى نفسك وتبقى احسن دايما. لذلك دايما بقول للناس اللي هي معانا في المجتمع والكوميونتي، ركزوا دايما على موضوع صناعه المحتوى، وما تركزوش ان في ناس تانية بتعمل نفس الحاجه اللي انتوا بتعملوها، نفس نوع المحتوى، والناس دي مثلا عندها كاميرات اغلى او ايا كان. خليك على طبيعتك واستمر، مش كل الناس بتستمر. وفكره ان مش كل الناس بتستمر دي ممكن تاخدها في صالحك، انا بشوفها كده يعني. في ناس كتير اشطر مني، في ناس كتير اذكى مني، بس ما حدش هيستمر زيي، ما حدش هيشتغل في الوقت اللي انا المفروض اشتغل فيه اكتر مني. اعتقد الحته دي ممكن تكون مؤثره جدا في نجاحك وفي الحاجات اللي انت عايز توصل لها. طيب هو النهارده مش ميعاد تمرين خالص، بس انا كنت في المود ان انا اتمرن، فهتمرن تمرينه رجل، وانا بحاول اخد تمرينه الرجل في الويك اند.
خلفيات تحديدا، عشان بيبقى في اوضاع غريبه وما بحبش ان في حد يبقى موجود في الجيم، الهيب ثراست والحاجات دي. فانا ماشي دايما بمبدا لو انت في مود ان انت تشتغل اشتغل، لان غالبا هتبقى انتاجيتك اعلى شيء. فلو انا مثلا في يوم المفروض يبقى راحه وليا نفسي ان انا اتمرن، لا بتمرن. كذلك المذاكره او الشغل، غالبا الاداء بيطلع جامد. يعني الجيم النهارده مش زحمه قوي، يعني في كام حد كده، بس النهارده الحد فالناس معظمها بتاخد اجازه، فهنتمرن وبعد كده نروح نشتغل شويه وخلاص اليوم هيخلص على كده. انا بفكر ان انا ادمج التمارين والفتنس وكده في القناه الحاليه، او حتى افتح قناه جديده، بس حاليا مش عايز اخد الخطوه دي علشان ما اشتتش نفسي بين القناه دي والقناه بتاعت اكسبرتيز فلو. فقولوا لي رايكم كده، يعني برضو هيبقى تدوني افكار حلوه، حتى ممكن نحط ليها خطه في الشهور اللي جايه ان شاء الله. بس كده خلصنا التمرين، هنحاول نمشي النهارده شويه كمان بحيث نكمل 10000 خطوه. سامحوني على الصوره وكمان مفيش صوت لان انا مش عارف امسك الموبايل. نزلنا هنروح نجيب شويه حاجات. تقريبا اليوم بالنسبه لي كده على وشك ان هو يخلص. يعني يوم السبت بالليل من الساعه 6 تقريبا بحاول اهدي بقى اللعب شويه، ما بشتغلش جامد وكده، بحاول افصل دماغي شويه، بقرا برضو وبتاع، بس مش ما بشتغلش بقى بالشكل اللي هو العنيف يعني، الا بقى لو كان في حاجه مثلا ايه مستعجله او في فيديو عايز تعمل له ايديت بسرعه وكده. انا بجد يعني بدات تزيد حاجتي ورغبتي ان انا اقعد في مكان ما فيهوش عربيات، بتنقل ما بين الاماكن وبعضها بعجله مثلا او باي وسيله تانية ما تكونش فيها بنزين. كرهت الحياه الحضريه بشكل كبير جدا، كرهت المدن الكبيره. يعني المدن الكبيره دايما بتبقى فاقده للروح. يعني كل ما رحت في مدينه كبيره واشتغلت مع شركات كبيره وكده ولقيت نفسك في وسط الحضاره، كل ما فقدت الروح. يعني لما جيت نزلت مصر المره اللي فاتت بجد كنت يعني عارف اللي هو كان ضايع مني حاجه ولقيتها يعني. عارف ان في ناس تقول لك يا بس انا سافر ومش عارف ايه وبتاع، لما تيجي تسافر وكده هتلاقي الموضوع لا بتفتقده بجد. مش لازم مصر بالتحديد يعني، لا انت مثلا في اوروبا او في كندا حتى بحس ان انا نفسيا احسن بكتير. وده السؤال برضو، او ردا على السؤال اللي هي الناس بتقول ايه طب كندا ولا دبي؟ على حسب، بس انا بالنسبه لي كندا بصراحه. لان انا شخص بحب الطبيعه وبحب الخضره وبحب يكون في انشطه جسديه بعملها، بحب ان انا على الاقل اكون بتحرك، يعني على الاقل اكون بمشي. دبي هنا في الصيف لا مفيش مشي خالص، يعني انت بتمشي اخرك في المول مثلا. طبعا ربنا يديمها نعمه، يعني دبي برضو نعمه وكل حاجه، بس يعني احنا بنتكلم بنقارن يعني. ممكن لو انت ركزت مثلا في دبي ممكن تعمل فلوس اكتر، بس كندا في ضرايب وكل حاجه وبتاع، بس فكره انك بتبقى رايق، بالك رايق، الروقان في كندا بيبقى زايد. ممكن عشان انا برضو بروح ما بشتغلش كتير، بس برضو الطبيعه وفكره كندا في الصيف، جنه يعني. دبي طبعا مش دايما، لانك انت في دبي يعني بتبقى برضه مشكله ان انت مش مرتبط قوي بالمكان اللي هو عقد العمل بس اللي انت مرتبط، او الشغل بتاعك لو انت كنت بزنس اونر مثلا. انما كندا بلدك. ودبي على فكره يا ريت كان في حاجه كده، يعني كان بلد جميله جدا، او بلد يعني مدينه جميله جدا. فلذلك بقول للناس دايما اول خطوه لما بتيجي مثلا تحاول تظبط حياتك كده وبتاع، حاول تطلع على مكان تعرف تفكر فيه، حاول تطلع على مكان تعرف تنتج فيه. لو انت موجود في البيئه الغلط هتلاقي نفسك محتاج شغل اضعاف عشان تعمل اكس، عشان توصل لاكس، في حين ان انت في المكان الصح لا هتوصل اسرع. فلذلك لازم تظبط الفيكل اللي انت فيها او المركبه اللي انت راكبها، لانك لو راكب المركبه الغلط مهما تبذل من مجهود هتلاقي نفسك ما بتحققش اي نتيجه، او بالكاب بتحقق نتائج. فبس يعني اول حاجه تقريبا قلناها حتى انا ومازن المره اللي فاتت في البودكاست، لو محدش اتفرج عليه هتلاقوا البودكاست موجود على القناه. تنصح اي شخص بعد التخرج؟ سافر. طبعا مش معنى كده ان كل الناس تسافر، لان السفر مش لكل الناس، بس لو انت هدفك اصلا ان انت تسافر وحاسس ان انت مش مرتاح في اي مكان انت فيه، على فكره مش لازم يكون في دوله عربيه معينه، سافر اول حاجه. انا كان ليا راي تاني بصراحه يعني، بس لو هتسافر مثلا دوله عربيه، يعني قبل ما تسافر دوله عربيه حاول انت تزيد خبره. بس في كندا الوضع مختلف، او امريكا الوضع مختلف، انت بتحتاج ان انت تبقى عندك كنديان اكسبيرينس او امريكان اكسبيرينس مثلا او كده،
تبقى عارف اللي هو ايه، محتاج ان انت تكون متأقلم على الجو بتاع كندا والثقافة الكندية، لان الموضوع بيبقى مختلف حتى عن الامارات. لانك في الامارات انت يعني بتتعامل مع ناس عرب، بتتعامل مع هنود، قليل ما بتتعامل مع وايت بيبل، خصوصا في او ناس بريطانيين امريكيين كنديين، خصوصا في المجال بتاع السوفت وير. الا بقى لو كانت شركه مثلا يعني ما بلقتش حد بصراحه، ما اتعاملتش مع حد، ممكن مره واحده كان حد استرالي مثلا او كده، الباقي كله عرب وهنود يعني. فالعرب والهنود مسيطرين جامد على قطاع التك يعني. فبس فانت ايه، لو انت هدفك ان انت تهاجر، لا هاجر في اقرب وقت، لانك كده كده هتاخد وقت على بال ما تاخد على الثقافه بتاعه البلد والكلام ده كله. في كذا حد سالني ايه اللي وراك في العربيه ده، اللي هو اللي ورا اللي عندي ايدي بالظبط دي، ده اسمه ايه، بتاعت حديد، ضغط وعقله وكده. واحد صديقي كده اداها لي، بتعمل بيها كذا حاجه يعني، بتعمل بيها ضغط ومتوازي ومش عارف ايه، عشان في ناس كتير اسئله ايه اللي وراك ده. حتى في عندي اصلا دمبلز في العربيه، كنت جايب الدمبلز دي ايام الشتاء وكده في دبي الشتاء اللي فات، قلت ممكن بخرج اقعد يعني في صحراء ولا في اي حاجه واتمرن وبتاع. بس الحقيقه بسبب انشغالي في الشغل وبتاع واكسبرتيز فلو وكده، البيزنس بتاعنا، فبصراحه ما بقتش اصلا عندي وقت اروح الجيم يعني. بس بروح الجيم يعني، الجيم بروحه الحمد لله ومواظب عليه يعني، ربنا يديمها نعمه. فعموما ده كان فيديو يعني فلوج كده خفيف، يا رب ان هو يكون كان خفيف، واتمنى يكون عجبكم. لو انتوا عايزين النوع ده من الفيديوهات يا ريت تقولوا لي. هحاول برضو ان انا اغير كل شويه كده في المحتوى، بحيث ان انا ايه ما ملكوش بنفس البتاع، قاعد في مكان واحد ومش عارف ايه. احاول ان انا انوع، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معكم احمد الحديدي، السلام عليكم.